ده كل ده ب 60 جنيه ومعاه واحده بيبسي كمان. احلى واحد في الدنيا يقر على نفسه. قعدت لكم الحلقه طالعه كده اهي نزلت. السلام عليكم، اهلا بكم فيديو جديد مع احمد الشريف. والنهارده بقى تاني فيديو في سلسله تروح فين بعد الامتحانات. مطعم النهارده بقى مشهور موجود في اسكندريه من فتره طويله قوي، بس انا عمري ما جربته قبل كده، مش عارف ليه الحقيقه. بس شفت بقى صوره عرض الزعيم دي عنده شدتني قوي، رحت بقى عنده جبت بقى العرض ده وجبت كمان كام حاجه تانية وقلت لازم اجربهم على طول. طبعا هو عنده قاعده في المكان اندور حلو قوي، بس انا قلت اصور بره بصراحه عشان الدنيا عنده كانت زحمه جدا. يلا بينا بقى نشوف الكلام عليا. هنبدا اول حاجه بعرض الكبير قوي، وده عباره عن سندوتش كفته حجم كبير قوي ومعاه واحده بيبسي بسعر 60 جنيه. طبعا انا كنت اسمع ان الاحجام عنده كبيره، بس عمري ما توقعت ان الحجم يبقى بالمنظر ده كله ب 60 جنيه ازاي مش عارف. يا ترى بقى يطلع الحجم ده كده عيش على الفاضي ولا هيبقى مليان بجد؟ ده كل ده ب 60 جنيه ومعاه واحده بيبسي كمان. يلا بينا نشوف. اوبا الصلاة على النبي، السندوتش مليان يا جدعان، ريحته تحفه. ناخد حته بقى كده نقول بسم الله. بصوا السندوتش طعمه حلو قوي، طعم الكفته كده مع الطحينه والخضار بصراحه طعمهم جميل جدا. طعم الكفته باين فيها ريحه الفحم بصراحه حلو قوي، بس الكفته نفسها مش زي كفته الحاتي. يعني انا كنت متوقع بصراحه او كان في مخيلتي ان انا هلاقي كفته كده زي بتاعت الحاتي كده الجميله قوي. لا الكفته عنده مصمطه كده خالص، طعمها حلو، بهاراتها حلوه وخفيفه، مش بهارات تحس ان هي بهارات مثلا بتاعت لحمه او كفته مجمده. حلو بس مش زي كفته الحاتي. السندوتش ده هيعجبك ولا لا؟ اعتقد انه ممكن يعجبك، هيعجبك وهيبقى كويس جدا، خصوصا كمان ان الحجم بتاعه الصغير اللي هو اسمه الكبير مش الكبير قوي، عامل حاجه و30 جنيه، 31 جنيه 32 جنيه في الرينج ده. فالكفته معانا كده بالحجم ده لا حلو يعدي. نروح نشوف اللي بعده. نخش بقى على عرض الزعيم، وده بيكون سندوتشين فراخ، واحد اسمه سوبر سناكس واحد اسمه تشيلي، ومعاهم واحده بيبسي كمان بسعر 105 جنيه بس. تخيل انت بقى 2 فراخ بالحجم ده ب 105 جنيه. يلا بينا نشوف عامل ازاي. نبدا باول واحد اللي هو غالبا هيبقى سوبر سناك. المفروض سوبر سناك ده قطع صدور بانيه ومعاه رومي مدخن ومايونيز ومش عارف ايه. شوف الكلام هنا اهو بقى قطع الفراخ، خد الرومي المدخن وصوصات بقى وبتاع. صراحه الريحه فظيعه. ناخد قطعه تحفه. طعم الفراخ حلو قوي، طعم الرومي مدخن عامل اضافه كده ونكهه قويه جدا. السندوتش فيه مايونيز بس وخس بيزك جدا، بس طعمه صراحه عجبني قوي. طبعا برده الفراخ هنا تتبيلاتها حلوه جدا وشكلها نظيف قوي زي ما انتم شايفين كده، الكراست بتاعها حلو جدا كمان. السندوتش بالحجم ده يعتبر ب 50 جنيه واقف عليك، جامد جدا. فسوبر سناكس عجبني ويمكن اكتر من الكفته كمان. شوف بقى التشيلي هيبقى عامل ازاي. سوبر التشيلي بقى يعتبر بقى ايه، فراخ مشويه مش مقليه. شوف بقى كده عامل ازاي. اوبا ده ريحته اقوى من الاولاني ده كده، شكله بقى ايه فراخ كده زي الفاهيتا والحاجات دي كده، ريحتها فظيعه. دوق كده ونقول بسم الله. حلقه ماشيه معايا كده تصاعديه، كل حاجه بتعجبني اكتر من اللي قبلها. ده عجبني اكتر من سوبر سناكس واكتر من الكفته. ده عباره كده عن مكعبات صدور فراخ الحقيقه مع فلفل كده وصوص هم عاملينهم على الجريل. طعمه بصراحه خرافي جدا، التتبيله بتاعتها حلوه جدا، طعم الصوص نفسه المعمول بيه السندوتش جميل جدا. سندوتش كده في العيش بيدوب بصراحه. كواليتي العيش اللي مستخدمينها من اول سندوتش لغايه دلوقتي جميله جدا. هنا بقى عشان الصوص نفسه المعمول بيه الفراخ دايب نفسه مع الفراخ نفسها، فمديك احساس قوي جدا في الطعم كده مع العيش. عجبني قوي بصراحه. سندوتشيلي كده 100 100. ما هقول لك دلوقتي اعلان وبتطبل وكل حاجه انا عارف. كده بقى فاضل اخر سندوتش معانا هو سندوتش جمبري. يلا بينا نشوف عامل ازاي. نبلع بس ببق سبرايت الاول. شوف بقى الجمبري. اوبا ريحه الجمبري فظيعه. بص يا باشا قد ايه. العيش هنا متهربت شويه جايز عشان ده اخر واحد صورناه. 1 2 3 4 5 6 قطع جمبريات، بس حجم كبير جدا الحقيقه. حجم الجمبريه كبير جدا. بسم الله. احلى واحد في الدنيا يقر على نفسه. قعدت لكم الحلقه طالعه كده اهي نزلت. لا ما عجبنيش الحقيقه. طعم الجمبري نفسه متبل حلو، في تتبيله حلوه بريدنج اللي عليه. هو جاز عشان انا بقاله حبه معايا عقبال ما صورته، ده اخر واحد دبلت شويه، بس مش قافلني قد ما قافلني ان الجمبري نفسه ناشف وبيعض بصراحه. يعني بيعض جامد قوي وانت بتاكله. الصوص المعمول بيه السندوتش حلو، العيش نفسه الى حد ما اوحش من اللي فاتوا، بس ده واضح برده عشان سايبه حبه فدبل شويه. ما اعرفش لو كنت كلته وهو سخن قوي كان هيبقى موضوع الشد ده موجود ولا لا الحقيقه مش عارف. بس انا يعني لا ما عجبنيش قوي. يعني ما فيش ريحه زفاره، ما فيش حاجه قفلاني في، بس موضوع الشد ده في الاكل مضايقاني شويه. نسيت اقول لكم ان الجمبري ده ب 75 جنيه. كده خلصنا السندوتشات. نروح بقى لاخر حاجه معانا وهو الحلو. اخر حاجه معانا بقى وهي التيرميسو، دي ب 25 جنيه. غالبا عنده اي صنف حلو ب 25 جنيه لو انت شاري من عندهم اكل، ده على حد كلام الكاشير يعني. ريحه القهوه خفيفه قوي. ندوق كده بسم الله. هو تلمسوه بس من بعيد شويه شعبي يعني، بس طعمه لطيف مش وحش الحقيقه. يعني لو عايز تجيب حاجه حلوه كده تكسر بيها كده الاكل اللي اكلته فلا مش هيقفلك، حلو بصراحه مش وحش، بس في رينج السعر بتاعه يعني والله جميل مش وحش. هدى الجمبري اللي لسه واحد. طيب اللي لسه ما يعرفش مطعم النهارده كان ايه، هو مطعم مسلم، والتجربه دي كانت من فرع محطه الرمل في حديقه الخالدين. اجمالي كده تقييم المطعم الحقيقه انه بيعمل سندوتشات حجمها حلو جدا قصاد سعرها. حتى سندوتش الجمبري اللي ما عجبنيش حجم الجمبري وكميته كبيره على السعر ده مش وحش الحقيقه. كفته نفس الكلام برده، الفراخ نفس الكلام. السندوتش بيقدم قيمه حلوه جدا قصاد السعر اللي بيقدمه في ظل غلاء الاسعار اللي احنا فيه ده. جميله جدا. كواليتي عنده اللي انا شايفه انه لا بيقدم كواليتي محترمه برده جدا. الفراخ عنده بصراحه انا شايفها لغايه دلوقتي هي اقوى حاجه. الاثنين فراخ
عجبوني قوي 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 اكتر من اللحمه واكتر من السي فود. طبعا المنيو عنده كبير جدا، انت ممكن بقى تختار الحاجه اللي على ذوقك، هتبقى مبسوط بيها اكيد يعني. وقولوا لي بقى لو عايزين الفيديو الجاي في مكان معين او عند كليه معينه نعمله على طول. وبس كده، اشوفكم بخير الفيديو الجاي. سلام. يا لهوي على الاكل.